إياكم ثم إياكم ثم إياكم وقطع الأرزاق الناعم. لما توقف ترقية لشخص هي مستحقة، تروح للمدير تعبي براسه. لما تأخر مكافأة لشخص من غير سبب، لما تهمش موظف مؤهل من تدريب أو فرصة، لما تمكن غير الكفؤ أن يقود فريقا. هيك أنت ما عم بتجامل شخص، هيك أنت عم تكسر ظهر مجموعة كاملة. هذا النوع من قطع الأرزاق هو عبارة عن ظلم صامت رح يلحقك لأبرك. اوعى بحياتك تفكر انه توقف بوجه شخص مآمن بحلمه وتحاول ان تسلبه هذا الحلم حتى ولو لفترة مؤقتة، لانه بالنهاية لا يصح الا الصحيح، وما بني على باطل فهو باطل. وبعدين تدعي بانه انت زلمة كويس وانا بصوم رمضان. لا، بدنا نصوم رمضان، بدنا نكون مسلحين بكل ما يحمله رمضان من إشراقة، من